تخيل تصحى كل يوم الساعة 2 ل 13 بالظبط على صوت ست بتعيط، مش من الشارع ولا من الشقة اللي جنبك، الصوت جاي من جوه الحيطة. أنا مش بهزر، دي قصة حصلت فعلا ومحدش في الشقة دي نام تاني بعدها. أنا شادي متجوز جديد وجبت شقة إيجار في حي هادي بالمنصورة. السعر كان مغري والشقة شكلها نظيف، بس في حاجة غلط ما كنتش شايفها. كان كل شيء طبيعي، أول أسبوع عدى من غير مشاكل لحد ما جه يوم 13 والساعة بقت 8:13 بالليل. إيه الصوت ده؟ انت بتقول ايه؟ مفيش حاجة. في اليوم التاني نفس التوقيت، نفس الصوت، بس المرة دي أجرب. شادي بيحط الموبايل يسجل. أنا هنا مش لوحدي. مين؟ الشيخ واقف في الأوضة بيقرأ قرآن وفجأة يسكت. في طاقة تقيلة مش طبيعية. حد هنا مات ولسه متعلق بالمكان. بس دي شقة جديدة. الشقة جديدة بس الحيطان قديمة. لقيت اسم نرمين مصطفى، طالبة، ومقال في جريدة قديمة: انتحار فتاة بسبب الاكتئاب بعد فشل خطوبتها داخل شقتها بمنطقة كذا بالمنصورة. نفس رقم الشقة. مراتي بتصحى مش بتلاقيني جنبها، بتدور عليا، صوت بكاء عالي بيجبرها تمشي ناحية الحيطة. بتلمس الحيطة تحسها دافية جدا. الليلة دي مراتي شافتني واقف قدام الحيطة، عيني مش بتتحرك، وكنت بقول: أنا آسف يا نرمين، كنت لازم أسمعك. بعد 3 ليالي من الجحيم قررنا نمشي وملناش دعوة بالإيجار اللي ضاع. بس وأنا بقفل الباب سمعت جملة همستها في ودني. كنت بس عايزة حد يسمعني. الساعة 2:13، لو كنت هناك كنت هتسمعها. لو الشقة إيجار قديم بس كل ليلة تسمع بكاء، هتسكن فيها ولا تخرب؟ لو عجبك الفيديو فعل زر الاشتراك واعمل لايك وتابعنا للاستمتاع بالمشاهدة.